السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. ازيكم حبايبي؟ عاملين ايه؟ اخباركم ايه؟ ان شاء الله النهارده هنعمل القطايف الجميله بكل بساطه بكل سهوله. هنعملها مرنه وحلوه بمكونين موجودين عندك في كل بيت، اي حد يقدر يعمله طبعا بطريقه سهله وبسيطه جدا. هنعمل القطايف الجميله وكل سنه وانتم طيبين عشان شهر رمضان. بس قبل ما نبتدي الفيديو بتاعنا هنصلي على الحبيب، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم. هنعمل يا جماعه كميه القطايف ديت ان شاء الله هنعمل بكوبايتين من الدقيق. طبعا احنا عملنا كميه كبيره، انا ان شاء الله بس قسمتها في اطباق كده عشان اشيلها في الفريزر لشهر رمضان زي ما انتم شايفين كده. طبعا قلت حبيت ان انا اعرفكم ازاي تعملوها بمكونين بساط جدا جدا، مش هيكلفوكي كتير. كل اللي هنعمله بس ان احنا بس ان شاء الله تعليق حلو كده والاشتراك في القناه وتفعيل الجرس وكومنت حلو كده من حضراتكم. طبعا شايفين ملمس العجينه جميل ازاي، طبعا هشه وجميله ومرنه جدا جدا وسهله جدا انك تمسكيها تلزقيها ببعض بكل سهوله. هعلمك ازاي تعملي عجينه القطايف، سهله وبسيطه، مش هنحط اي مقادير زياده عن اللزوم. كل اللي هنعمله كوبايتين من الدقيق مع الميه ومع خميره. طبعا ولا هنضيف لبن ولا هنضيف بيكنج باودر ولا هنضيف اي حاجه من دي. عملناها يا جماعه من غير بيكنج باودر، عملناها من غير لبن، عملناها من غير دقيق السميد. بمكونات بسيطه هتقدري تعملي احلى قطايف ليكي ولاولادك تكفيكي طول شهر رمضان بكل بساطه وبكل سهوله وبكوبايتين من الدقيق بس. معانا كوبايتين من الدقيق زي ما حضراتكم شايفين كده. هنروح مفضيين كوبايتين الدقيق. طبعا دلوقتي احنا طبعا مش هنحط بيكنج باودر يا جماعه ولا هنحط اي حاجه الا معلقه خميره. طبعا يا جماعه كوبايتين الدقيق بتاخد كل كوبايه بتاخد كوبايه ميه، تمام؟ يعني كوبايتين دقيق على كوبايتين ميه. وهقولك على تكات تعمليها تعرفي ازاي العجينه بتاعتك مظبوطه ولا لا. ويستحسن لو عندك صينيه متساويه علشان خاطر لما تيجي تصبي العجينه ما تنزل معاكي وتلاقيها سالت منك. تكون صينيه متساويه، ما تكونش متطبقه كده ولا متطبقه كده، او طاسه جرانيت عندك او حله جرانيت عادي ممكن تعمليها في حله جرانيت. طبعا هنزل هنا بمعلقه خميره، وهنزل بحبه سكر صغننين مش هكتر، وذره ملح سنه. طبعا زي ما انتم شايفين كده هنزل بالميه تكون دافيه في قلب العجينه بتاعتنا علشان خاطر يبتدي القوام بتاعنا يبقى حلو. طبعا هنا انا سايبه لكم الخطوات عشان تعرفوا الدنيا ماشيه ازاي وتعرفوا الخطوات بتاعتها بالظبط ازاي وتشوفوا المكونات بتاعتنا. طبعا دول كوبايتين دقيق، وطبعا دي كوبايه من الميه، هننزل بكوبايه من الميه ونبتدي نقلب كده زي ما انتم شايفين. الكوبايه اللي عايرتي بيها الدقيق هي الكوبايه اللي انت هتعايري بيها الميه. طبعا هنزل هنا بكوبايتين من الميه، بس الاول اقلب الدقيق بتاعنا بالشكل اللي حضراتكم شايفينه. طبعا هنزل بالميه حبه بحبه، مش هنزل بيها كلها. انا هنا حطيت نص كوبايه والنص التاني هخليه في الاخر. هقلبها كويس. طبعا في المرحله دي عندك مضرب كهرباء اضربيها بالمضرب او بالمضرب السلك هتلاقيها عملت معاكي على طول. فانا بصراحه هعملها بالهاند بلندر عشان القطع بتاعت الدقيق دي ما تبقاش موجوده. طبعا زي ما انتم شايفين كده اهي بقيت حبه الميه اللي قلت لكم عليهم النص التاني هبتدي ننزل بيهم كده وخلاص عملنا العجينه بتاعتنا. يبقى احنا المكونات بتاعتنا كوبايتين من الدقيق عليهم كوبايتين من الميه عليهم معلقه من الخميره. يستحسن الميه تبقى دافيه عشان تسهل معاكي العجينه. هنا التكه بقى هوريها لكم ان شاء الله بس بعد ما نضرب العجينه بتاعتنا كويس زي ما انتم شايفين كده. طبعا هجيب الهاند بلندر واضربها مع حضراتكم. هضربها بالهاند بلندر كده واتاكد ان هي اتضربت من كل مكان. طبعا واحاول الم الجوانب اللي حضراتكم شايفينها دي عشان خاطر يبقى كله العجينه كلها يبقى كله داخل في بعضه. شايفين القوام؟ هوريكم دلوقتي تعرفوا ازاي العجينه بتاعتكم مظبوطه و10 على 10 ازاي. طبعا زي ما انتم شايفين كده هجيب الجوانب اللي هناك دي هروح منزلاها برضو بالهاند بلندر دلوقتي وخلاص كده تعتبر العجينه بتاعتنا خلاص جاهزه اهي. بصوا كده اضربها كويس عشان ميبقاش فيه اي كتل من الدقيق في قلب العجينه بتاعتنا زي ما انتم شايفين. خلاص كده ضربتها كويس وتاكدت ان كلها ملمومه مع بعضها ومفيش اي قطع من الدقيق موجوده. هبتدي بقى دلوقتي ان انا احاول ان اضربها كويس من كل جنب عشان خاطر المرحله بتاعتها هي دي اساس المرحله بتاعه العجينه بتاعه القطايف يا جماعه بتاعتكم. هوريكم دلوقتي التكه اللي تعرفكم العجينه بتاعتها ملمسها عامل ازاي. زي ما انتم شايفين كده الملمس بتاعها بيبقى بالشكل ده. بصوا كده ادي ملمس العجينه، شايفين الشكل ده كده العجينه بتاعتك 10 على 10. وبكده خلاص احنا خلصنا عجينه القطايف بتاعتنا.
هسيبها ترتاح لمدة 5 دقايق علشان خاطر الخميرة بتاعتها تقيلة شوية ويبتدي القوام بتاعها يبقى حلو. طبعا هبتدي ان انا اجيب الصينية الجرانيت بتاعتي زي ما انتم شايفين، وهبتدي ان انا اسخنها على النار بالشكل ده. طبعا لو عندك مغرفة او عندك كوز يستحسن يكون كوز عشان خاطر اللي هو ليه بوز، عشان خاطر يبقى سهل عليكي وانت بتعمليها. طبعا زي ما انتم شايفين كده هنزل عليها. طبعا النار تكون حامية عشان اول ما تنزل عليها يعني تكون النار الوسط، بس انت تكوني حاطه العجينه بتاعتك بالملمس اللي انت يعني تكوني حطاها بدرجه الحراره الوسط. اول ما تنزلي عليها بالظبط بالشكل ده. خلاص كده احنا نبتدي ان احنا بعد ما تبتدي ان هي تستوي هتلاقي الفراغات بتاعتها بانت والفتحات صغيره بانت، بتروحي شايلاها بالمعلقه وبيطلع معاكي بالشكل الجميل اللي حضراتكم شايفينه. طبعا بعد ما تستوي هتيجي تطلعيها هتلاقيها طلعت معاكي بكل سهوله. انا للاسف الفيديو بقيت يعني القطعه اللي وانا بطلعها للاسف الفيديو ضاع، فمعرفتش ان انا اجيبه بصراحه. زي ما انتم شايفين كده اهو ادي القطايف. طبعا انا عملت الفيديو بتاع القطايف مع حضراتكم قبل كده، هتلاقوا الفيديو موجود في القناه بتاعه اليوتيوب. ان شاء الله يعجب حضراتكم جدا. طريقه القطايف جميله يا جماعه والله وسهله جدا وبسيطه، مش محتاجه اي تكاليف انك تجيبيها من بره. ب5 جنيه دقيق هيغرقوكي قطايف. هتجيبي كوبايتين هتحطي عليهم كوبايتين من الميه ومعلقه من الخميره. طبعا الخميره هتحطيها مع الدقيق وتنزلي بكوبايتين الميه تكونوا دافيين. طبعا اللون بتاع القطايف دوت من اللي انا مطبقاها دي. زي ما انتم شايفين كده بكل سهوله هتطلع معاكي بكل سهوله. عايزه اقول لك يا جماعه طريقتها سهله وبسيطه جدا وهتعمل معاكي كميه حلوه باذن الله. طبعا انا عملت كميتين من طبقين من دول شلتهم في الفريزر، فده الطبق ده سبته قلت اعمله للاولاد. زي ما انتم شايفين كده بكل سهوله وبكل بساطه هتعملي قطايف في البيت للاولاد. شايفينها مرنه وجميله ازاي، مش محتاجه يعني ولا ناشفه ولا اي حاجه ولا غطيتها ولا اي حاجه يا جماعه. بعد ما عملتها طلعت بالشكل اللي حضراتكم شايفينه بكل سهوله. يا رب يكون الفيديو عجبكم، ما تنسوناش بلايك والاشتراك في القناه وتفعيل الجرس. مع السلامه.